السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. بحاول على قد ما اقدر ان انا اصور برضو الشنط، حتى لو شورتس، حتى لو بناتي هم اللي بيصوروها، بس عشان دايما ابقى معاكم ابديت يعني. بس الشنط المرة دي ما تتفوتش صراحة. شنط اوريجينال، نزل عليها سيل حلو قوي، اسعارها اقل من الميرور. تمام. هوريكم الحاجات اللي اتطلبت مني وعندي منها تاني. تمام. هبدأ معاكم بالشنطة الكيلفن دي انا فتحتها كنت بصور والكاميرا قفلت. تمام. هعيد لكم بقى من الاول وانا بفتح الشنط ايه جايه معاها ايه. تمام. بصوا يا جماعه، دي بتتفتح زي الشنطه الشنط. ماشي. شايفين؟ تمام. البطانه متبطنه. ماشي يا جماعه، لازم اجيلكم معايا دوشتي، ما اجيش لوحدي كده. تمام. فيها كل التفاصيل. الدراع اهم حاجه عايزه اوريكم الدراع، نسيت. انا ما رضيتش اعمله انا علشان ما اقفلهوش وما بحبش حاجه. شايفين ده؟ تمام. هيتحط هنا وعلى حسب الطول اللي حباه هتكون حطيته عندها هنا درجة. تمام. شايفين هو هيتعمل ازاي؟ عندها هنا او عندها درجة تانية، وتتحكم في الطول. وبرضو الناحية التانية نفس الكلام، تتحكم في الطول، لان هي مش بتطول ولا تقصر. اضعف الايمان عايزاها قصيرة هتروح عند اي حد بتاع شنط، هيعمل لها هنا، يفتح لها فتحة كمان، تطول وتقصر براحتها. تمام. لكن من فوق مفيش اللي هي الكبسولة اللي هي هتطول تقصر منها. ماشي. انا كده خلصت معاكم اول شنطة. استنى بس عشان ايه كل حاجة تفاصيلها موجودة. تمام. معايا برضو دي كمان كنت انا فتحتها، حلوة قوي، وهوريكم الكبير بتاعها دلوقتي. سعرهم بجد تحفة. يلا بينا نبدأ. شايفين الصوصات مختومة. نبص بقى من جوه. جيب مفيش اي تفاصيل تانية خالص. الدراع الكروس بتاعها سادة، وبتطول وبتقصر بقى. هنا كبسولة، مش عايزة افك التغليف بتاعها. ده بالنسبة للشنط الكروس. في كان في منها لون تاني مش عارفة جبته ولا لا. اهو، فاكرين الشنطة الأولى اللي صورناها؟ ده اللون التاني بتاعها. اهي الشنطة بقى جاية كده بالدست باج بتاعتها، مغلفة بكلفن كلاين، السريال بكل حاجة، حلوة جدا. بصوا بقى دي، شايفين الشنطة القمر دي؟ تمام. هي دي، بس دي الكبيرة بتاعتها تحفة. بس اللون ده مش من اكتر الشنط اللي كانت بتطلب. انا معايا اللون التاني بتاعها اللي دايما كانت بتطلب. سعرهم حلو قوي. يعني انتوا لما هتشوفوا يعني تابعوه اونلاين، سواء عندي او عند اي حد. هي انا شايفاها ان هي فرصه، لان زي ما بقول لكم ارخص من الشنط الميرور. تمام. تيست بايت بتاعتها طبعا مش هتدخلها او هتدخلها بالظبط. مهمه الدست دي ايه؟ انك في ناس بتلبس شنط في الصيف، وناس بتلبس شنط في الشتاء. طبعا انا بلبس الشنطه اللي عجباني في اي وقت. فاللي هيشيل شنطه لموسم لازم يحطها في الكفر بتاعها، او في كيس مخده قطن، قماشه قطن، ملايه قديمه قطن، المهم تتغلف قطن وما تبقاش تانية الجلد على الجلد. كنت في فيديوهات هوريكم كان بيتحط فيها حاجه بحيث لما تتنى تمام ما تبقاش الجلد على الجلد، علشان بتبوظ من الرطوبه. حتى لو جبتيها منين، حتى لو جبتيها بكام، هتبوظ. تمام. ده لو احنا بنشيل حاجاتنا.
بصوا يا سيداتي الأفاضل، ده الشكل بجد حلو قوي. طبعا هي ملهاش دراع كروس لان هي كبيره زياده عن اللزوم. تمام. بصوا عشان تشوفوا بدقه، شايفين السوسته دي عامله زي السوسته بتاعت السويتر. تمام، بتتفك زي السويتر. استنى بس اقفلها وافتحها الاول اهي. تمام، شايفين؟ جيب كبير جدا هنا، مفيهاش اي تفاصيل. بصوا السريان حتى جوه اهو، شايفينه على جنب، عشان دي تفاصيل برضو في ناس بتهتم بيها. بصوا بقى دي حركه حلوه قوي. لو مش عايز تقفلي الشنطه هتقفليها بكبسوله كده. تمام، او هتعملي الاتنين. هندخل بقى كده. بصي عامه هي مش هتتفك منك اصلا، يعني مجرد ان هي هتتقفل. تمام، شوف هي كده اتقفلت خلاص. هي مش لما هتمشيها اهو هي مش هتتفتح منك. انا بس بوريكي الفكره جميله جدا. وفي حاجه تانية، في هنا تمام فتحتين، وفي منها كان نازل 4 فتحات. تمام، الفكره ان هنا بس هي هنا مقفوله كويس. في شنط بتبقى نازله عادي، الحته دي ممكن تبقى مفتوحه شويه، ماشي، مش قطع الشنطه هي كده. ادخلوا الستور، ادخلوا على الستور هتلاقي اللي انا بقوله ده. تمام، حلوه قوي ما شاء الله. الاسود بتاعها ماشي. يلا بينا. شايفين الاسود دي بقى خطيره، هتلاقي على كل حاجه، جميله جدا، نفس التفاصيل هي ما فيهاش اي نوع من انواع الاختلاف. بس كل حاجه بحلها بميزان. والجيب اللي هنا استنوا لونه اسود، كمان التاني كان لونه بيج. مش بتبطنه على فكره، هي جلد في جلد، نفس الفكره ونفس طريقه السوسته ونفس القفله. بجد بجد حلوه قوي. ده اكتر لون عليه اقبال، مش لانه مش فارق في صيف او شتاء، مش فارق لانه مميز. والحته اللي تحت سودا، فمهما يتحط في اي حته تمام هتبقى تحفه جدا. يلا بينا في اللي بعده. بصوا زي ما فهمتكم، انا متعمده ان انا افتح المره دي قدامكم علشان الاسئله جايه ومعاها ايه المره دي. هي كلها معاها الدست باج بتاعتها، البوكسات مش شرط. تمام، اساسا في حاجات في الجمارك اساسا بتتاخد. يلا بصوا بقى امر. يلا اللي انا بقول لكم عليه بقى، شايفين الحته دي؟ لو انتوا هتشيلوا الشنطه دي مثلا، واحده تزوج مثلا وشايلاها، هتحط هنا حاجه تخليش الجلد على الجلد، علشان لما يبقى الجو حر قوي او يبقى فيه رطوبه عاليه الجلد هيقشر مع الوقت. لازم تحطي حاجه هنا ايا كان النوع، ايا كان الماركه، ايا كانت جايباها منين. انا
بقول لكم، لان في ناس والله كانت جايبه شنط من الستور شهر واتقطعت، ان هي سايباها في الدولاب بس عشان ما لبستهاش. فطبعا هو نصيب ورزق في الاول والاخر. تمام، يعني انا شايفه كل حاجه هو قدر الله ما شاء فعل. تمام، بس الفكره على قد ما نقدر نحافظ على الحاجه، علشان هي ما بقتش سهله على طول. تمام. بصوا صدقوا الشنطه دي بكام يا جماعه؟ والله غاليين. لان مره حد سالني على شنطه، كانت اوريجينال او ميرور على اليوتيوب. انا اسفه على الدوشه. تمام. فكتبت سعرها تقريبا، قلت لها سعرها كانت 1000 وشويه او كده. تمام. فقالت لي 1000 وشويه ده غالي ومش عارف ايه وبتاع. هي الفكره مش كده، الفكره ان هي اصلا الشنطه دي غاليه قوي، تعدي 6000 و7000 وممكن اكتر وممكن اقل. تمام، حسب السيزون اللي احنا هنجيبها فيه وحسب الموديل بتاع اي سنه. تمام. فهي لما هتبقى مثلا نفترض قلت لك الشنطه مثلا ب1000 ونص، 2000 من 6 او من 8، فهي سعر الشنطه مناسب للي بيشتريها. تمام. لكن في شنط مصري تحفه والكواليتي تحفه جدا، وبنزل لكم الفيديوهات اول باول سواء على اليوتيوب او على التيك توك. تمام. فكل واحد على قد ما قدرته. الصراحه المصري دلوقتي بينزل شنط خطيره. تمام. انا بس بتكلم على فرصه اللي بيلبس اوريجينال او بيلبس ميرور. تمام. الشنط دي فرصه، هي كده كده هتجيبها ب6، هتجيبها ب7، كل واحد حسب ظروفه وحسب مقدرته. تمام. لا، هي هتجيبها بسعر اقل من كده بكتير. تمام. انا وريتها لكم، وفي كتير جدا اونلاين على الفيس، في صفحتي، في كتير جدا انستجرام برضو، اديك شفتوا الحاجه على الطبيعه. تمام. والحريه ليكي تجيبي ايه المناسب على قد المقاس ولا قد الفلوس. نخش في موضوعنا بقى. ده البورتوفيه بتاعها. تمام. طبعا دي حاجه بتبقى حلوه، وليكي مطلق الحريه كمان بتتشال. يعني اللي هو لو مش عايزه تستخدميها او تستخدميها زي دلوقتي كلتش بقت مهمه، ده ترند دلوقتي الكلتش دي. تمام. ولوحدها غاليه جدا، بتعدي ال 1800 لطالع. ماشي. نخش في التفاصيل من جوه. برضو من جوه ما فيهاش اي حاجه. تمام. هو الجيب اللي هنا مش قادره المسه من حجمها. حجم الشنطه حوالي 40 42 كده، مش هتقل عنها. بس مفيش اي تفاصيل تانية. السوسته بتاعتها سوسته عاديه جدا. هرجع بس الكلتش بتاعتها مكانها علشان منساش. تمام. سوسته عاديه جدا ومتينه وما شاء الله اللهم بارك، حلوه قوي بجد. الشنط بجد جميله جدا. اللي بعده شنطه حلوه الصراحه، دي مهمه. يعني دي تقريبا انا اول مره اشوفها على الطبيعه، بس بجد حلوه قوي. واللي قبلها اول مره اشوفها على الطبيعه. من ضمن الحاجات الصراحه اللي بتخليني امل من ان انا اقطع فكره فك الشنط، وانا بحب كل حاجه ترجع زي ما كانت. تمام. بنفس التفاصيل بكل حاجه. علشان كده بصراحه بحس انه بياخد مني مجهود ان انا هفك واسلم ويبقى عندي وقت. حقكم عليا والله. بصوا بجد حاجه في الطبيعه وهم صار والله. انا للاسف ماليش في الكبير وماليش في الصغير قوي، ومش بلبس دايما اوريجينال اصلا يعني. واو. استني بس كده، الحاجات عماله تزيد والدنيا هتتكركب معايا. طبعا الشنط الكبيره دي دايما مقاس 40، ده بيبقى نادرا ان هو ايه، ان يبقى معاه طبعا دراكروس. طبعا الماتيريال مهما اقول لكم على جمالها ان شاء الله انتوا اكيد عارفين الحاجات دي. يا سلام. كمان في هنا كبسوله، شايفين البطانه من تحت. الناس بتهتم جدا ببعض الحاجات اللي هنا دي. نشوفها بقى من جوه. تمام. هي مش بسوسته، استنى عشان علقت. ماشي. بصوا الكبسول اللي هو مغناطيس، يعني هتقفل لوحدها كده، قفلت لوحدها. تمام. ما فيهاش اي تفاصيل غير الجيب اللي هنا الصغير، والجيب هنا اكبر للموبايل مثلا.
وبس كده. بجد حلو بصراحه. معايا اخر شنطه، اخر واحده بقى انا كده صورت لكم الحاجات الحلوه قوي. كل الشنط حلوه بصراحه، هم كلهم حلوين، بس في الحاجات اللي هي المميزه، فهو مميز. تمام، ما شاء الله اللهم بارك. اهي ما شاء الله ما شاء الله. تمام، دي ناشفه من تحت، من هنا طريه شويه. تمام، طبعا السوسات اساسي مختومه. الدراع ساده، لما هلاقي اي حاجه مشجره هتلاقوني بقول لكم. والاكسسوارز بتاعتها مقاسها مناسب، يعني دي مثلا مقاسها حاجه و30، بس في اخر ال30 بالظبط. اعتقد ان هو الكبار دول مثلا 45 ودي 40 او 35. المقاس ده مهم يا جماعه، يعني كل زبايني دايما اقول لهم يا جماعه المقاس اهم من الشنطه. المقاس اهم. التصوير بيكبر الشنطه علشان نشوف شكلها من قريب، او بتصغر الشنطه عشان نشوف شكل الشنطه من بعيد. تمام، فبتتصدموا في المقاس وانتوا بتشتروها. لازم تعرفوا المقاس، والمقاس يعني بيبقى تقريبي. تمام، يعني مثلا ايه، انا بقول لها مثلا الشنطه مقاسها 25، لو عندها مزوره ممكن تستوعبها، او اقول لها اكبر من المسطره ال20 ب5 سنتي. تمام، او لو 30 مقاسها 30 بتبقى كده، يعني بقيسها على حسب المسطره. لو مثلا 40 بقول لها اكبر من المسطره ال30 ب10 سنتي، فهي بتتخمن او بتتخيل. تمام، لو 50 بتبقى عارفه ان هي مثلا نص متر، بس مش بيبقى حرفي بالظبط يعني، بس بتبقى عارفه المقاس تقريبي كام. فاهميني؟ لازم. المهم اقل من 20 تعرفي ان هتاخدي شنطه كروس صغيره مهمه. يعني مثلا الشنطه دي مثلا مقاسها 25 26 كده. تمام، مثلا مسطره 30 لحد كده، ال20 مثلا نفترض ان هي لحد هنا. تمام، فتخيلي بقى كل ما بتقلي، تمام، هتقلي طبعا. انا السنتي بتاعي لحد ما توصلي لمقاس المحفظه. مقاس المحفظه ده بيبقى 10 في 15، 10 في 14. تمام، اللي هو الطول والعرض يعني. تمام، في بقى البنات بتحب، في ناس بتحب الشنط اللي لحد 17 سنتي، اصغر المسطره اللي هي ال20. تمام، فمهم المقاس وانتوا بتشتروا، وتعرفوا مناسب ليكي ولا مناسب لحد اقل، عشان تعرفي ان دوبك هتحطي فيها يا دوبك محفظه وبورتفيه صغير والموبايل. تمام، لا والله انا هجيب الاكبر شويه، هيتحط فيها مثلا مناديل. كل ما بتكبري سنه هتزودي حاجه، لان الشنطه لما بتبقاش حلوه لما بتكبر قوي. انا طولت عليكم، بقالي كتير ما اتكلمتش بقى، رغي رغي رغي. تمام، ده الجيب اللي من جوه. الشنطه متبطنه مختومه. ماشي، الجيبين الاساسيين اللي نفسي اعرف انا بستخدمهمش، ممكن تقولي والله في الكومنتات بيستخدموا في ايه الصراحه. انا بحط فيها اي حاجه. تمام، والسيريال اهو. وبكده نكون خلصنا الشنط بتاعتنا، واشوفكم المره الجايه مع شنط مع حمزه. ولو عوزتوا اي حاجه ابعتولي على الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.